السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم رجعت لكم بوصفه جديده من حلويات العيد. انا درت 4 وصفات بعجينه واحده، سهله التحضير واقتصاديه وتجي بنينه تجي هشيشه عجينه بزاف شابه. انا درت هليلات بالكاوكاو، وعندي هذوك لي صابلي على شكل وريضات درناهم، ودرنا صابلي بريستيج عفوا، وهذوك ريد جوز الهند. وصفات اقتصاديه وسهله. نروح نشوفوا طريقه التحضير. عندي هنا علبه تاع 500 غرام. استعملت مارغرين هذه تاع بزاف بنين، هاد المارغرين تساعد الصابلي تاعها يجي بنين. عندي بنفس العلبه تاع المارغرين حبرت، غادي نكيلو بها. درت نصف هاد العلبه سكر كلاصي. عندي نصف علبه تاع البيض، درت 4 حبات تاع البيض نضيفو بالحبه. نخلط السكر مع الزبده مليح ونضيفو البيض بالحبه 4 حبات. تنشوفوا البيض دخل مليح في الزبده والسكر. ومن بعد نضيفو، عندي هنا نصف علبه مايزينا، نضيف عليها ملعقه تاع نصف ملعقه كبيره تاع لافاني. هنا نضيف الطحين، هاد الفرينه بعد ما غربلتها ضفت عليها قرصه تاع خميره حلويات، ونطمها بالفرينه هكذا حتى تنطملي، ونخليها ترتاح واحد 10 دقائق. نروحو نحضروا الحشو اللي نحشو به. هنايا عندي الكاوكاو، درت 3 مغارف 4 مغارف تاع الكاوكاو، غادي نلمهم. عندي هنايا مغرف تاع كاكاو. هنا عندي 2 مغارف حلوى الترك، 3 مغارف حلوى الترك. نضفنا الكاكاو باش ما تجينيش الحلاوه بزاف قاصحه، نقصنا شويه من الحلاوه. هنا غادي نطموها بالعسل ونخليوها ترتاح. هذه باش نحشيو بها الصابلي بريستيج تاعنا. طموها مليح، ضفتها في الاخير عفوا ملعقه زبده، ونخليوها ترتاح. نروحوا جينا بهذا الشكل. رحنا هاد الليمون اللي عندي هكا، غادي ندوب الشوكولا ما ضفتها ولا شيء، تنت بها ليمون هذا هكذا. ندهنوه المره الاولى ونديروه يبرد، وندهنوه المره الثانيه هكذا باش الحبه ما تكسرناش. ونديرو في داخلها هذاك الحشو اللي خدمناه بالطريقه، ونغلقو عليها بالشوكولا من الفوق، ونخليوها تبرد. هكذا غلقنا عليها بالشوكولا. نروحوا للعجينه تاعنا بعد ما ارتاحت، غادي نفتحوها. ضروري نضيفوا الفرينه من تحت، نديروا فرينه هكذا باش ما تلصقناش، ونورقوها. هنا بعد ما فتحتها غادي نستعمل هاد القطاعه، نقطعها على شكل دوائر، ونستعمل هذه على شكل ورده. نديرو واحده مغلوقه واحده مفتوحه هاد الوردات بالطريقه، نديرو واحده فوق واحده. نروحوا للتزيين هذا الحلوى تاعنا، هادو اللي قطعناهم هكا بشكل دوائر.
غادي ندير لهم مربى في الجوانب وندور عليهم الكاوكاو هكذا باش يجينا الشكل تاعهم شباب. هذا بالنسبه للنوع الاول. نرمضهم مليح مع الجوانب في الكاوكاو. بعد راح نجيبو الشوكولا هكذا باش نلصقو هذيك الحلوه اللي قلعناها من المول تاع السيليكون، تلصق لنا مليح. نحطوها هكا فوق الشوكولا. والتزيين هنا يبقى اختياري، انا زينتها هكا بالورد هذاك راه يتباع في المحلات. تقدروا لها خطوط بالشوكولا ولا التزيين يبقى اختياري. هكذا درت لها شويه شوكولا هكذا باش يلصق لي هذاك الورد. وهذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. ومن بعد نديروها في الكيسات ونقدموها ان شاء الله. شكلها شحال يجي شباب. راح نروحوا للتزيين بالنسبه للنوع الثاني. عندنا هاد الوريدات درناهم بالصابلي. التزيين يبقى اختياري، انا هنايا فضلت ندير لهم مربى تاع المشمش بهذه الطريقه، نلصق وحده مع وحده هكذا. نرش عليهم شويه سكر كلاصي من الفوق. تزيين سهل وبسيط بالطريقه. ونضيف لهم شويه مربى في الوسط. انا درت مربى تاع المشمش مشى بزاف مع لي صابلي. هذه النتيجه تاعها جات شابه. بالنسبه للنوع الثالث غادي ندير البولات ونوزنهم كريات. نوزنهم وزنتهم هنا 25 غرام. عندي كاوكاو مطحون وعندي ما زهر. غادي نشكل على شكل هلال هكذا. هذه بالنسبه للهليله تاع الكاوكاو. نستعمل البوشون هكا تاع الماء باش يساعدني باش ندير داك الشكل الشباب. غادي نديرهم في المزهر. نوزنتهم باش تجي الحبه قد اختها، ما تجيش وحده كبيره وحده صغيره. نجمدهم مليح في الكاوكاو هذا محمص ومطحون. طحنته بشكل خشن شويه، طحنوش رقيق بزاف بهذه الطريقه. ونسقمها مليح ونديرها طيب. هنا بالنسبه هذه ما بالنسبه للكريات هادو غادي نكورهم كما هكا باش ندير له كريات تاع نواه كوكو. نطيبهم كما هكا. هذه هي النتيجه تاعهم. دوك راح نديرهم في مربى المشماش ومن بعد نديرهم في نواه كوكو. وصفات سهله اقتصاديه ويجيو بنان. راح ندير عليها نواه كوكو، عفوا المربى تاع المشماش، وعاود نديرها في نواه كوكو مع جوز الهند. وهذا هما الوصفات تاعنا نهار اليوم. نتمنى اذا عجبوكم وتجربوه. تخلوا لي رايكم في التعليقات. هنا درنا بعجينه واحده، درنا 4 تاع الانواع، اقتصاديه وسهل التحضير. هاد الطريقه كريات جوز الهند. هادو يجيو بزاف بنان اللي يبغيو جوز الهند. انا رايحه نديرهم في كيسات. مع السلامه.